الموبايل ولا الكاميرا؟ الحقيقة السؤال ده في الأساس غلط، لأن الفرق مش في الجودة، الفرق الحقيقي في اللي بيتحكم. مشكلتنا إننا بنحب نصور لكن ما بنحبش نفهم إزاي بنصور، وإزاي نفهم الكاميرا اللي في إيدينا سواء كاميرا بروفيشنال أو موبايل، وإزاي نقدر نظبط الإكسبوجر بتاعها. لو حابب تاخد الملخص بس اتفرج على آخر الفيديو، لكن لو حابب تفهم اللي 90% من الناس ما تعرفوش شوف الفيديو من الأول للآخر. اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن الأخطاء اللي بتبوظ صورنا، النهارده بقى هنفهم الكاميرا وإزاي أصلا الصورة بتتكون. بص يا عزيزي، تخيل معايا كده اوضه ضلمه وفيها فتحه صغيره قوي بيعدي منها الضوء. لقينا ان الضوء ده بيدخل يرسم الشكل اللي بره ولكن بشكل مقلوب، وللاسف بيختفي لو قفلنا الفتحه دي. طب والحل دلوقتي؟ عايزين نحتفظ بالصوره دي، جبنا ماده كيميائيه حساسه شويه للضوء، ولكن لما كنا بنسيب الماده دي لوقت كتير كانت بتتحرق او تطلع كلها بيضه، فجبنا ستاره تفتح وتقفل على حسب الوقت المطلوب، واللي بعد كده بقى اسمها شاتر سبيد. طب دلوقتي احنا عايزين نوجه الضوء ده ناحيه الفيلم ونخليه حاد، فجبنا ازاز علشان يجمع الضوء ده ويوجهه ناحيه الفيلم. طب ما احنا كده بيتكون معانا كاميرا. مبدئيا غرفه مظلمه، ازاز عشان يجمع الضوء، ستاره او شطر عشان يتحكم في الوقت، فتحه عدسه عشان يتحكم في الضوء الفعلي اللي داخل الغرفه دي. ولكن اول كاميرا كانت بدائيه جدا، عدسه ثابته وفتحه ضيقه وحساسيه ضعيفه وثابته. ولكن لما بدأنا نفتح العدسة أكتر علشان ندخل ضوء أكتر ظهرت مشكلة، بقى في حاجات منغمشة كده ومش كل حاجة واضحة، وهنا بدأ يظهر مفهوم الفوكس أو سيستم الفوكس، واللي هو ببساطة سيستم بيحرك الإزاز لقدام أو لورا علشان ننقل التركيز على العنصر الأساسي بتاعنا. طب والعدسات؟ بقينا نغير في ترتيب الإزاز عشان نقدر نجيب كادر واسع أو نجيب كادر ضيق، وده في ظروف الاضاءه الكويسه بنتحكم في فتحه العدسه والستاره وناخد الصوره التمام. طب لو الاضاءه مش احسن حاجه، بنلاقي الفيلم مش قادر يلقط تفاصيل اصلا. تمام، يبقى نفتح الستاره بقى لحد ما السنسور يلقط ضوء كفايه. بيبقى في اجزاء من الصوره اضاءتها بتبوظ قوي او بتبقى محروقه. طب والحل دلوقتي؟ بص يا عزيزي، زي ما جبنا ماده كيميائيه في الاول لها حساسيه معينه، دورنا كده شويه لحد ما جبنا ماده حساسيتها اكبر من الماده الاولى، وهنا بدا يظهر معانا اي اس او 100 ده الستاندرد، واي اس او 400 نيتف، واي اس او 800 نيتف. وفي تفاصيل تانية في موضوع الاي اس او ده هنبقى نتكلم عليها في فيديو منفصل بعد كده. وبعد وقت كتير قوي ومراحل كتير قوي في التطور جينا لمرحله الديجيتال، واللي فيها الفيلم اتحول لسنسور ديجيتال. ومن غير ما ادخلك في تفاصيل في الفيزياء الكهربائيه، فالسنسور ده كل اللي بيعمله انه بيستقبل فوتونات الضوء، وبمساعده السنسور وشويه حاجات كده وبيحولها لفايل ديجيتال نقدر نتعامل بيه. وهنا بقى معانا مثلث التعريض اكسبوجر تريانجل، فتحه العدسه ودي تتحكم في كميه الضوء الفعلي اللي بيخش للسنسور، الشاتر سبيد وده اللي بيتحكم في الوقت اللي فيه الاضاءه بتخبط في السنسور، وحساسيه الضوء واللي بنعبر عنها بالاي اس او. التلات عناصر دول في الاخر بيتحكموا في الاكسبوجر او الصوره اضاءتها مظبوطه او لا. وتعالوا بقى نطبق الكلام ده عملي. خلينا دلوقتي قدامنا طائر بيطير بسرعه وي، واحنا عايزين نصوره وهو عامل جناحاته في اجزاء من الثانيه. طب هنا هنعمل ايه؟ هنا بنحتاج نقفل الشاتر. طب احنا لما نقفل الشاتر سبيد كده السنسور هيشوف اضاءه اقل، فبنعوض ده باننا نفتح العدسه. فتحناها ولسه الاضاءه قليله، هنبدا نعلي في الاي اس او. طب انا هنا عايز وش واضح والخلفيه اللي ورا منغمشه شويه، اعمل ايه؟ والله بفتح العدسه كفايه. طب كده الضوء زياده، يبقى نقفل الستاره لحد ما يكون مناسب. طب قفلنا الشطر ولسه الصوره مضلمه، كده يبقى نروح برضو للاي اس او كحل اخير. طب كده لسه في حاجه احنا نسيناها، العدسه وسيستم الفوكس. الكاميرا فيها سيستم بيحدد المسافه اللي بينها وبين العنصر اللي انت عايز تصوره، وبيدي الاشاره دي للعدسه علشان تبدا تحرك الازاز اللي جواها علشان ياخد الفوكس في المكان اللي انت عايزه بالظبط. وكل ده بيتحفظ في ملف رو، ماده خام بتستنى ابداعك في البوست برودكشن، وده في الكاميرا. طب والموبايل فين من كل ده؟ زي ما قلنا برضو غرفه مظلمه، مجموعه ازاز عشان تجمع الضوء وتوجهه، فتحه عدسه واللي في الغالب بتبقى هنا ثابته، وشطر سبيد بس هنا بيكون الكترونيك مش ميكانيكال زي الكاميرات، وحاسيه الضوء اللي في السنسور واللي هي الاي اس او. الموبايل كانه كاميرا بروفيشنال بس على وضع الاوتو، فوكس اوتو، اكسبوجر اوتو، وايت بالانس اوتو، وبيحاول يظبط الحاجات دي كلها بناء على وجهه نظره هو او الاي اي اللي محطوط فيه. والموبايلات دايما بتحاول تنافس الكاميرات، فتلاقيها بتعوض النقص ده بالتكنولوجيا او اللي بنسميها الكمبيوتيشنال فوتوغرافي او الاي اي وخلاص، واللي بتوصل لانه ممكن ياخد اكتر من صوره ويدمجهم مع بعض عشان بس يحسسك ان الصوره احسن من الكاميرا. وكمان ممكن ياخد الصوره باكتر من كاميرا علشان يخلق عزل بالاي اي ويحسسك انه احسن من الكاميرا. جامد يا سيدي، يا ماشي يا عم شكرا. وعلى عكس الكاميرا اللي قلنا ان هي بتديلك ملف رو جاهز انك تعمل عليه اديت براحتك، الموبايل بيديلك صوره جاهزه وفي الخلفيه بقى هو عمل اديت كفايه. بس الايفون بيعمل حاجه صايعه شويه، بيديك صوره مظبوطه
اغلب الالوان اللي فيها ناتشرال جدا، بحيث ان الصوره دي فيها مساحه قد كده تعمل فيها كولرنج، على عكس الرو اللي لو حبيت تودي الصوره كلها الاتجاه ده هتيجي معاك، ولو حبيت توديها كلها الاتجاه ده هتيجي معاك. وعشان تظبط وعشان تظبط الاكسبوجر بتاعك في الكاميرا، فالموضوع ابسط مما تتخيل. دوس بصبعك على اي حاجه انت عايز تركيز يكون عندها والاضاءه عندها تكون مظبوطه، وراجع وراه. واغلب الموبايلات بتحب صورتها تكون فاتحه شويه، انزل انت بالسلايدر ده شويه لتحت. طب كنت بتصور حاجه غامقه وهو حاسبها غلط، فانت صحح له يا باشا بعد اذنك. الكاميرا بتديك تحكم كامل في كل حاجه، والموبايل بيحاول دايما يسهل عليك الطريق، ولكن الفرق الحقيقي هنا، وانت عاوز تعمل ايه. الفيديو الجاي هنبدأ نفهم ايه هي بقى الصورة الحلوة، وايه العناصر اللي بتكون الصورة الحلوة. فما تنساش تتابعني والسنة اللي جاي، ولو شايف ان الفيديو ده مفيد ابعته لحد حابب يتعلم التصوير. سلام.